صدق متعذب بفرقاك، بس والله لا عايشك كل حياتك دون متعذب. والله انا ما اعذبها، لا كذب، بس هي راح تعرف حسين منه. انا ما طبعا ما راح القى مثلها، اكون حقيقي، لان هي الانسانه اللي كنت انا اريدها عقليا، ما اريدها شكليا بس. تمام وصلتك؟ شنو الخرب العلاقه؟ الخربها دائره حياتي ضاقت، اشتد الخناق علي انا. هي ما عاد قصور، لكن طالت الفتره، هي دائره حياتها توسعت. شلون يعني توسعت؟ هسه هذا هي تفهمه والناس تفهمه، ما اريد اشرح كل الامور. اشرح لي اياها. لا هي امانه، وهي شعرت شارب عندي، مو هينه. يا سلام. وين انتهت العلاقه؟ انا ما اقدر اوضح كل شيء عنها. يا سلام. وانا حتى القصائد اللي كاتب عنها ما قاريها طبعا غزليا، وانا كنت اطلب رخصه من عندها حتى اقراها او هاي. يعني القصيده تكتبها عليها؟ خوش رجال بس اخاف منها ترى. عيدها ياها من عندهم. هاي الاخيره. انا خوش رجال اي بس اخاف منها حقيقه. يعني انا من طيني انا اتنوع بصورتها، من اشوف عيونها بالصوره هالشي يهتز كياني. يا اخي انا رمي بوجهي، الله وكيلك مترامين انا وزلمه صديقي اللي مو يعني مو عدو، صديق رميني بوجهي والله ما ترمش عيني من البندقيه رصاص. وشفت الموت والصوابيط وضقت كتيل وبسط ومبسوطه هوايه، ما اقول لك باسط، لا مبسوطه هوايه وما خفت. بس انا هاي من ناحيه صورتها يجي قباله وتنوع عيونها بالصوره اخاف، اهتز، احس عندي مشاعر، احس انسان. يا سلام. امير الفتلاوي يقول اخزرنا حتى رد انسان. الله اكبر. هي انا اخاف من عندها، وهي امانه بهذا الشارع. فقلت لك اشتد الخناق، هي تدري بحياتي وهي عندها تفاصيل حياتي كامله. اشتد الخناق بحياتي انا مرتني، وانت جوز صديقي وتدري. انا اخوك مو صاحبك. انت اخوي وكلهم، وانت شاربي، تشرف بك انا. عز الله على موجود قدام الكاميرا وهسه يقولون قاعد مجامله. لا احبه. سجاد صباح صديقي يعني من زمان وقبل كل شيء. الحلقه كمل. قبل الحلقه رجع. بس انا وياك علاقتنا تصير ضحك بس نطلع. نرجع. دائرة علاقاتها توسعت. مو لا حشاه. لا بعد يعني الفحشايه عنها كبعد جو الارض عن جو السماء. لا هي مو فز. انا خالد. لا هي مو علاقات. لا هي مو لا حشاها من العلاقات. لا هي انسانه محترم بالتصول. دائرة حياتها بتفحل هي وبتحرمه حره. لا قلت لك شو اكو زلم من تنتهي علاقتهم ببنيه يهاجموها. هذا مو زلم يسولف عليها. هي لو ما مستوى عائلتي شلون احبها اني؟ عجيب. انا شلون انا قلت لك مساعد كرامتي استارث 75% من عندها من عائلتي، و25% من عندي انا اسس كرامه. ابوي اعطاني 25 او 20 او منطتني 20 او 25، واختي اعطتني النسبه الاكثر لان اختي عاصرتني بالجيل. انا هذا اللي افهمه من الحياه وهذا اللي افتهمته. خوش اهل اعطونا 75% كرامه نحسبها بالسيسي. اريد اوصل لك الفكره. بقت ال25 المئويه، لو اطمس ال75 اطمسهن كلهن يضيعن، لو ارفعهن لل90 اذا قدرت او لل100 ان شاء الله. ما اجيب امراه رديئه اردأ من عائلتي، لا ما يصير. انا ما افكر بس بنفسي، افكر بابوي، افكر باختي. ايش راح من اجيب لها انسانه رديئه حشاها؟ يعني هي كمثال احنا نسولف، ما يصير اجيب انسانه رديئه. العائله احنا معتنين بيها، عائله تعبان عليها جدي، تعبان عليها عمي، وتعبان عليها خالي، وتعبان عليها استيراث. هذا الارث. انا اليوم كرامتي باختي، كرامتي بابوي، كرامتي بامي، كرامتي بصديقي. هذا صديقي هسه قاعد قبالك، هذا لو ما امه طاهره وزوجته واخته انت ما تقدر تشرف بيه وتمشي وياه بالسوق. يعني احنا حقيقيين واحد يواجه الله، تمام لو لا انت تتشرف بامه. ليش؟ لأن الإنسان نقي. ولذلك أنا أوصيك دائما على الله يسلمك. لا أنا وصلت أماتك وبست رجلها. تطلبك 800,000. تطلبنا 800. اي والله طيت العاشر مكان. شلون يا دايشتي والله. لا والله بعدها تطلب. أنت ما عندك حظ يعني. شجاع انت هذا سؤال نجي. هذا خصوصيات ايش انا مفضوح ما اقدر. العيد